اهو الشغل اهو. انت اعمى يالا ولا ايه؟ مش تفتح وانت ماشي؟ ايه حوليت ما فاكش عيون؟ يا استاذ انا ما كنتش اقصد والله، انا رايح شغل وكنت بتكلم في التليفون. انا اسف لسعادتك قسما بالله، اسفين ليكي. ماشي يا حبيبي، بس تاني مرة ابقى فتح عشان المرة الجاية انت لو كررتها عليا انما ما خليك تخرج من هنا. يا استاذ انا بقول اسف ليكي، بس انت كده زودتيها بقى. بقول لك ايه، انا مش هرد على حرمه، ابعتيلي كبيرك وانا عناية ليكي. كبري لو جه هنا يا حبيبي مش هيخرجك من مدينتي هنا، بلاش اجيب لك كبري احسن له. يلا حبيبتي. لا ايدك يا استاذه، عشان انت كده زودتيها معايا. وغلاوه امي انا شقيان بس بقول لك انت ممكن تشوف واحد جبروت دلوقتي وغلاوه امي. شوف انت جايه معاكي بايه وروح هاتيلي كبيرك يلا. وانا مش هجيب لك كبير يا بابا، عشان على الظهر كده يوم ما اجيب كبير اجيبه الراجل مش لعيل. وعلى الظهر كده انا معروفه هنا اللي انا ايدي اطول من لساني. بقى انت كده زودتيها قوي بقى. بقول لك على حاجه، روحي ابعتيلي كبيرك. طب وربنا لو اوريك هعمل فيك ايه يا ايحة. طب انا واقف هنا مكاني اهو، وبالظبط معاك 10 دقايق استناك تجيبي لي كبيرك. انا تعبت منك بجد يا استاذ، انت عمال تلففنا في مدينتي، في ايه في دماغك؟ ما انا جايبك هنا يا شيخ عشان الشقه اللي فاضيه دي انا عاوزها، ودي بجد اللي نفسي بجد ادفع فيها دم قلبي عشان اخدها. وانت تقدر على ثمن الشقه دي؟ انت عارف يا شيخ كل حاجه موجوده، لو على الفلوس مش اكتر منها. بجد والله؟ يعني انت واقف لي هنا وسايب اختك تتهان من حته جربوع؟ تعالى يا عم هات لي حق الواد الشمام ده. مشكله تاني؟ كل يوم تجيب لي مشكله وضربك. المره اللي فاتت برضه قلت الراجل خبطني وطلع ما خبطتكيش. انت هتجننين، انت كل يوم تجيب لي مشكله. يلا نروح نشوف المشكله دي تاني. اهدى يا اسلام، انت هنا في مدينتي ولسه بتقول لي عايز الشقه دي. كل ما اختك هتعمل مشكله هتيجي وراه. اسمع الراجل واسمع اختك الاول، وعلم اختك الصح من الغلط. عندك حق، انت كلامك صح. طب انت عارفه مكانه يا بنتي؟ ايوه عارفه مكاني. طب بس اسمعك يا شيخ مصطفى، تيجي معايا بس نشوف تعالى يا الموضوع. عم نشوف، واهدى بس. استغفر الله العظيم يا رب. انا مش عايزك تتكلم لما تروح. هو الشمام اللي واقف هنا. اهدي بقى، اهدي. خد يا